السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة يعني انتشرت ظاهرة الشذوذ الجنسي اللي بنسميهم يعني بسكليتة. الناس اللي هما البسكليتة دول آه، في الوطن العربي بدأ ينتشر حتى في بعض المشاهير في الوطن العربي. آه، من غير خجل بدأوا يعلنوا إن هم مؤيدين للمثلية، والبعض الآخر نزل على في صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي حاجات بتؤيد إن المثلية. فنانين معروفين وانتوا أكيد يعني سمعتوا عن الكلام ده. وآخرهم ريهام سعيد، ظهرت في أحد البرامج في قناة من القنوات الخاصة المصرية، وهي ترتدي آه، يعني لابسة تيشيرت بيدعم المثلية في علم المثليين. ومش هي بس، في ناس تانية كتير في الفترة الأخيرة، في الكام يوم الأخير آه، آه، بتعمل الكلام ده، ناس مشاهير. فمش عارف بصراحة، هل ده حاجات فردية ولا ده خطة ممنهجة عشان يبتدي الحاجة دي تبقى عادي جدا زي ما موجودة بره، زي ما موجود بره أعوذ بالله يعني. النساء بتبقى معروضة في الفاترينات للعلاقة العلاقة الجنسية وكده. وبرضو في نوادي للدعارة. فهل ده مؤشر للكلام ده ولا دي حاجات فردية هتختفي، هيجيلها وقت وتختفي؟ بس ما اظنش ان دي حاجات كده عادية هتمر مرور الكرام، لان ده مخطط الغرب وراه والصهيونية العالمية اكيد وراه. يعني اي حاجة خراب اكيد بتبقى وراه الصهيونية العالمية. يعني زي ما سمعنا عن الديانة البهائية اللي هي خليط من 3 ديانات، اللي هو الإسلام والمسيحية واليهودية. ال3 ديانات دول هيضربوا في الخلاط، هيطلع لنا حاجة جديدة اسمها الديانة الإبراهيمية. فطبعا ده خزعبلات في خزعبلات، لأن أصلا ال3 ديانات مختلفين عن بعض. الإسلام الأول أول في أول ما في البدايات خالص، في بدايات قبل ما يظهر وينتشر قوي، كان متطابق مع المسيحية. يعني كانوا الاتنين في البدايات خالص قبل التحريف في المسيحية وكده، كانوا متطابقين مع بعض، يعني مفيش اختلافات. انما دلوقتي آه، في اختلافات كبيرة. ده غير ان في المسيحية القسيسين والرهبان بيعملوا أفعال بشعة، أفعال جنسية بشعة في المرتدين على الكنائس من النساء بحجج دينية. آه،
نسمع في مكان كده اسمه المكان حاجة على الاعتراف يعني، مكان الاعتراف حاجة كده. يقال إن المكان دوت في بعض الكنائس بيبقى مكان للعلاقة الشاذة ما بين آه، القسيسين أو الرهبان، و يعني أحد المرتادين من النساء. طبعا بيختاروا اللي هما النساء الجميلات، مش أي حد، عشان العلاقة دي بحجج دينية. وطبعا ده حاجة غير مرغوب فيها. المفروض انت حد بتعلم أصول الدين ال- اللي هو المسيحية يعني. فازاي انت رجل دين وتعمل القذارة والسفالة دي؟ معرفش ازاي الحاجة دي عادي يعني بتبقى موجودة، بس ملناش دعوة بالكلام ده. المهم لازم نفوق من الغيبوبة اللي احنا وصلنا لنفسنا فيها. معنى ان واحدة زي ريهام سعيد وغيرها بكل بساطة وبكل بجاحة لابسة التيشيرت ده عادي، وفي الشارع عادي، وعاملة لقاء عادي مع سواق، ومفيش مشكلة، مفيش أدنى مشكلة. فمعنى إن كده إن في حاجة غلط، أكيد في حاجة غلط. ده مؤشر كبير جدا إن ده مخطط ممنهج إن للدول الإسلامية والعربية. عايزيننا نتخلى عن هويتنا الإسلامية أو العربية اللي معروفة، وعايزين المسلمين والعرب وكده دول يتخلوا عن العادات الشرقية اللي احنا معروفين بيها، والعادات الإسلامية. وعايزين نبقوا بسكريتات يعني، مش مفيش كلام يعني. عايزين اللي بيحصل بره، رجالة تتجوز رجالة وستات تتجوز ستات، والحوارات ديت وعمليات التحويل الجنسي دي تبقى عادي جدا. مفيش مشكلة زي ما بيحصل بره. البنت تبقى عندها 15 سنة ولا حاجة، تسيب بيت أبوها ولا بيت أمها وتروح تقعد مع صاحبها دوت اللي بيبقى عادي شغال معاها في الحرام. بعد كده ممكن بعد ما يعمل الحرام يا إما يجوزها يا إما يشوف غيرها. فهم طبعا دي حياة قذرة. فهم ازاي ناس مثلا زي المسلمين والعرب ما يبقاش فيه الكلام ده عندهم إلا بحاجات بسيطة؟ فلا احنا لازم احنا كمان ننشره عندهم، ونضرب في العقيدة، ونجيب ناس من المشاهير يقنعونا بحاجات المفروض ان ما يقنعناش فيها، لان الحاجات دي اساسا من الثوابت. فيجيب لك مشهور ايا كان مين، فنان مشهور او فنانة او راقص او راقصة، ويتكلموا في الحاجات اللي ملهاش فيها. زي ما يقال، زي يعني ما عرفنا انه هيجي وقت من الزمن ان الرويبضة يتكلموا. الرويبضة دول يعني فيما معناه ناس تافهة، آه، من اللي هما المشاهير والرقاصين والناس اللي ملهاش لازمة دي، يجوا يتكلموا في الدين. قال الله وقال الرسول والحاجات ديت بإفتاء من غير علم من غير دراسة. يحللوا ويحرموا على كيفهم. الإسلام قال كذا، لا ما قالش، لا مفيش الحجاب ده بدعة، الحجاب ده مش عارف اللي بيلبسه بيبقى ناس مش نضيفة، مش عارف كلام كده قذر بيتقال. بيوصلونا السيناريو إن عايزين الناس ترجع آه،
تخلع الحجاب، ومش عايزين الناس تتحجب، عايزين الناس تبقى في تحرر، عايزين الناس تبقى متحررة، مفيش مشاكل. الراجل يعني عزكم الله، الراجل ممكن يبقى مبدل مراته مع واحد تاني عادي جدا، مفيش مشكلة. اللهم يعني ابعدنا عن اللحظة دي، اللي احنا في بلد زي مصر، بلد الأزهر، يبقى فيه القذارة دي. هي في حاجات بعضها بقت موجودة، بس عافينا يا رب إن الحاجات دي تبقى واقع منتشر في البلد. دي ظواهر فردية بس، عافينا يا رب إن الحاجات دي تفضل موجودة، يعني تبقى مش ظاهرة، تبقى عدت مرحلة الظاهرة، لأن بجد هيبقى الموضوع صعب. صعب إن الواحد يبقى مثلا يبقى أب، ويلاقي إنه بنته مصاحبة حد في الحرام، أو ابنه مصاحب حد في الحرام، وعادي. مفيش يعني فكر، مفيش حاجة اسمها ربنا في دماغهم. حاجة صعبة إنك عارف إن المفروض إنك مسلم، وعارف إن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن الزنا والفواحش غلط عليك، وإنك بتعملها عادي، ولاغي الإسلام من حياتك. يا رب عافينا عن الكلام دوت، وبلاش نمشي ورا الناس التافهة، المشاهير وغيرهم، ولا حتى ال- بعض العلماء الدين، لأن منهم ناس مدفوعة، يعني بنسميهم علماء دين، وهم للأسف ما يفهموش الألف من كوز الذرة، منظر بس قدام الشاشة، يعني منظر. يعني تعالى كلمه بجد في حاجات في الدين، هتلاقيه يعني مش كلهم، عشان ما يبقاش فيه افتراء، مش كلهم بس في منهم واخدينها كده، واخدينها بالقراية وكده، يعني مش متعمقين، وللأسف وصلوا لمراكز مرموقة في البلد. فيا رب احمينا من السيناريو ده يا رب. وكل حد كفاءة يمسك في مكانه، يعني شيخ الأزهر يبقى حد كفاءة فعلا إنه يقود العالم الإسلامي، لأنه الأزهر دوت مش بس في مصر وخلاص، لأ، ده مكان بيجمع المسلمين في العالمين العربي والإسلامي. فمش حاجة كده خفية، لأ، ده مكان زي ده بيلم أكتر من مليار مسلم على وجه الأرض. فلازم المكان دوت يبقى ليه نظام معين، ما يبقاش فيه سيطرة من السلطات الحاكمة في مصر. يبقى في حرية إن شيخ الأزهر يبقى هو قائد الأزهر، يعني يبقى سيد قراره، مش قرار شيخ الأزهر ده نابع من نفوذ سلطة معينة في الحكومة. يا رب، يا رب اصلح الأحوال، ويا رب ما نشوفش الحوارات اللي بتحصل، الحوارات القذرة اللي موجودة برا ديت تبقى هنا زي ما موجودة. مش هننكر إنها موجودة في بعض البلدان اللي بنسميها دول إسلامية، مش هننكر أكيد، يعني أكيد مننا عارف إن هي موجودة في تركيا، ممكن تلاقي في عادي في بعض الدول العربية، ممكن، الله أعلم، بس إحنا بنسمع فعلا إن في تركيا آه، القذارة دي. طبعا أكيد يعني الكلام ده ظهر في تركيا أكيد بعد
مع العلماني مصطفى كمال أتاتورك غير الحياة في تركيا، خلى اللغة التركية هي اللغة الرسمية. طبعا ما كانش في حاجة اسمها اللغة التركية دي. اللغة التركية دي لغة يعني مختلقة. كان تركيا بتتكلم باللغة العربية، فهو بدل الحروف العربية بحروف لاتينية. وللأسف يعني اسمه مصطفى كمال أتاتورك، بس كان ولا كان مسلم ولا كان أي حاجة. كان بيحارب الإسلام، وكان بيدعم أي حاجة ضد الإسلام. للأسف مات أبشع ميتة. يا رب اعفينا يا رب، واحمي مصر والمصريين، واحمي العالم العربي والإسلامي من آفة الزنا والشذوذ. و- واحمينا يا رب من جميع المهالك اللي ممكن نوصل ليها بسبب الكلام والأفعال اللي بيحصل دوت. يا رب احمينا يا رب من المواضيع ديت، وننظف بلاد المسلمين من العالم ديت. عايزين بجد حملة ممنهجة على الناس اللي بنسميهم بالعامية المصرية البسكليتة. عايزين نعمل عليهم حملة لتطهير الوطن المصري والدول العربية والإسلامية من الناس دي محتاجة يا إما سلوكها يتغير، تتعالج نفسيا، أو نشوف لها حل، أو يا إما يتسحب جنسيتهم ويروحوا أي بلد تانية. لكن مش لكن في الدول العربية والإسلامية دولت ناس غير مرغوب فيهم. لازم وقفة من دلوقتي، لأننا لو ما الوقفة ديت لو ما حصلتش، فللأسف العواقب هتبقى وخيمة جدا. وللأسف هيبقى إسلامنا إسلام على ورق. ويا رب ده ما يحصلش، وأشوفكم في فيديو جديد.